في ذكرى ميلاد نورة تعرف على سر خلافها مع نور الشريف. تعد الفنانة نورة إحدى أبرز نجمات الشاشة المصرية في السبعينات والثمانينات، حيث تميزت بحضورها الساحر وملامحها الرقيقة وصوتها الهادئ، ما يجعلها محبوبة لدى الجماهير. ونحتفي في هذا اليوم الموافق 18 يونيو بعيد ميلاد نورة وبذكرى فنية وإنسانية لفنانة تركت بصمة كبيرة في تاريخ السينما، حيث وقفت أمام عمالقة الفن المصري بثقة وأناقة، وكانت رمزا للرقة ووجها سينمائيا لا ينسى. وعلى الرغم من ابتعادها عن الساحة، ستظل الفنانة نورة دائما جزءا من ذاكرة الجمال والفن الأصيل في مصر والعالم العربي. في البداية هنقول اتولدت نورة في 18 يونيو سنة 54، واسمها الحقيقي هو علوية مصطفى محمد أدري. بدأت مسيرتها الفنية في سن مبكرة، لكنها حققت شهرتها الحقيقية في السبعينات، حيث لفتت الأنظار بجمالها الطبيعي وأسلوبها الراقي والبسيط في الأداء. وتعد نورة هي الشقيقة الكبرى للفنانة بوسي، وقد شكل معا ثنائيا محببا في العديد من المناسبات الفنية والاجتماعية. وتميزت نورة باختيار أدوار بعناية، حيث نجحت في الجمع بين الرقة والذكاء في أدائها. شاركت في مجموعة من أنجح الأفلام في تاريخ السينما المصرية، خاصة خلال السبعينات والثمانينات التي تعتبر الفترة الذهبية للفن المصري. بدأت نورة مسيرتها الفنية سنة 72 من خلال فيلم بيت من الرمال، وبعد 3 سنوات شاركت هاني شاكر في بطولة فيلم هذا أحب وهذا أريد. واستمرت في التألق والنجاح خلال الثمانينات، حيث قدمت العديد من الأفلام الشهيرة، منها غاوي مشاكل، وامرأة، ضلت الطريق، وعندما يسقط الجسد، وحلقة الرعب، والفتى الشرير، وصراع الأحفاد، وزمن حاتم زهران، ونهر الخوف، والمنحوس، وكذلك 4 في مهمة رسمية، وجري الوحوش، وأجراس الخطر. مهمة صعبة جدا، ولكن الشيء ما يبقى، وانحراف، والهاربان، والكيف، وحادي بادي، والعار، وعنتر شايل سيفه، والغيرة قاتلة، ودعوة خاصة جدا، والأبلسة. وهناك أيضا الفقراء أولادي، ولن أغمر لن أغمر أبدا، وضرب الشمس، وحياتي عذاب، والمحفظة معايا، والمليونيرة النشالة، والندم، وشقة وعروسة يا رب، والشياطين، وهكذا الأيام، ومضى قطار العمر، ويا رب توبة، وهذا أحب وهذا أريد. تزوجت نورة من الفنان حاتم ذو الفقار، لكنهما انفصلا قبل أن يتوفى حاتم، حيث وجد جثمانه في منزله بعد 3 أيام من وفاته. وبعد ذلك قررت نورة الزواج من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، إلا أنهما انفصلا سنة 1998. منتصف التسعينات قررت نورة اعتزال الفن وارتداء الحجاب، مبتعدة تماما عن الأضواء بأسلوب يتناسب مع شخصيتها. ورغم ذلك ظل اسمها محبوبا، وصورتها محفوظة في قلوب معجبيها الذين لا يزالون يتذكروها بتقدير واحترام. ودخلت نورة في خلاف حاد مع زوج شقيقتها الفنان الراحل نور الشريف، وهو ما كشفته في حوار مع الإعلامي طارق حبيب. وأوضحت أن سبب الخلاف المستمر بينها وبين زوج شقيقتها هو عدم اهتمامها بالقراءة، حيث كان نور الشريف يقدر القراءة ويدرك أهميتها، بينما تفضل هي مشاهدة الأفلام السينمائية. وأشارت إلى أن هذا الاختلاف كان سببا دائما للخلاف بينهما، ووصفت نفسها بالكسولة. من جهة أخرى، أكدت الفنانة بوسي في حوار 100 سؤال مع الإعلامية رغدة شلهوب إن نورة هي توأم روحها وأهم شخص في حياتها. وأضافت أنها بدأت مشوارها في التمثيل قبل نورة التي كانت متعلقة بها، ما دفعها أيضا لدخول هذا المجال.